هذه الندوة التي نعقدها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي كان شعارها لهذا العام هو المساواة في الكرامة وعدم التمييز. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر وثيقة دولية متكاملة تهدف إلى صون الكرامة الإنسانية وحماية الإنسان بشكل متساوي دون أي تمييز من حيث النوع واللغة أو الجنس أو الدين أو غيرها. هذا الإعلان الذي جاء بعد معاناة كبيرة عانتها الإنسانية جمعاء نتيجة الحروب وويلاتها، ولا سيما الحرب العالمية الثانية التي خلفت الدمار والخراب، فكانت بمثابة الحجر الأساس لكل الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان لتضمن كرامة الإنسان ورفاهه، كما أنها كانت البداية لإعادة صياغة نظام قانوني دولي استنادا على مبادئ الشرع الدولية لحقوق الإنسان. إننا في الوقت الذي يستذكر فيه العالم هذا اليوم نواجه في سوريا عامة ومناطق شمال وشرق سوريا خاصة كافة أشكال العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان على أراضينا، فالاحتلال الذي سبب القتل والتدمير والاغتصاب والإخفاء القسري والخطف والتهجير القسري والنزوح واللجوء إلى الدول الأخرى طلبا للأمان والوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة الحرب التي أنهكت البلاد. هذه الانتهاكات التي بمجملها ترقى إلى مستوى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. أيتها السيدات، أيها السادة، في الوقت الذي نجتمع فيه الآن لا تزال القرى والمدن السورية في شمال وشرق سوريا تتعرض للقصف من قبل الدولة التركية، ولا زال التهديد باحتلال المزيد من الأرض السورية موجودا، كما أن هناك في القرب من هنا مخيمات تأوي آلاف النازحين من المناطق المحتلة محرومين ويعانون من ظروف الشتاء قاسية. نحن كمنظمات التي أعدت هذه الندوة دعوناكم لنناقش الوضع الحقوقي للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب على الأرض السورية، والصعوبات التي نواجهها كمنظمات حقوقية في توثيق كافة الانتهاكات المرتكبة على الأرض السورية، وذلك للحاجة الملحة لتطوير الواقع الحقوقي وتوحيد الجهود في البحث عن المخرج القانوني الحقوقي لإيقاف مسلسل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب السوري. العنوان الندوة هو انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة شمال وشرق سوريا. طبعا هذا العنوان نستهلوه في 3 محاور رئيسية. المحور الأول سيكون عن تقييم الانتهاكات الحقوقية الحاصلة في المنطقة ووصفها وفق القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. وهنا نستدعي الضيوف الكرام المحامية بيان أيوب، الرئيسة المشتركة للجنة توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا. الفكرة التي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. شعار هذه السنة هو الكرامة والحرية والعدالة للجميع، وهيا قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان تحت هاشتاغ Stand Up for Human Rights. حقوق الإنسان هي حقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها إنسان،
بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي، وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. بعد مرور 11 عام على الحرب السورية حدثت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. نجد أن وضع إنسانية الإنسان في سوريا هو اليوم في الحضيض، فوفقا للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان تصنف هذه الحقوق في فئتين، هما الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كل هذه الحقوق هي اليوم في سوريا في وضع متدهور بشكل نائها. لائحة الانتهاكات التركية الجسيمة بحقنا تطول من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، بما في ذلك الهجمات الغير القانونية التي قتلت وجرحت الكثير من المدنيين، وذلك خلال الهجمات والقصف العشوائي على طول الشريط الحدودي على المناطق السكنية والبنى التحتية والمنشآت الحيوية كمحطات النفط والغاز والمدارس والمستشفيات في عموم شمال شرق سوريا، وأيضا جرائم القتل العمد والإعدام الميداني كجريمة قتل الناشطة الشهيدة هبرين خلف التي تعد جريمة حرب صارخة ارتكبته الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا. هذه الفصائل ترتكب بحق أهالينا في المناطق المحتلة جرائم قتل واختطاف وتعذيب واغتصاب وتغيير ديموغرافي بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري، ومفوضيات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على علم بها، وطلبت من تركيا وأكثر من مرة لإجراء تحقيقات فورية حول هذه الانتهاكات دون ورود نتائج لهذه التحقيقات. كل هذه الجرائم هي انتهاكات واضحة وصريحة للقوانين الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وقانون جنيف، وذلك وفق القوانين التالية. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة الثانية منه التي تنص أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق. تأسست عام 2021 رابطة حقوقية مستقلة تم تأسيسها من قبل مجموعة من الصحفيين والنشطاء من مدينة رأس العين السريكانية وجريس بيت الأبيض. نحن نعمل على توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا وبالأخص في المناطق المحتلة اللي هي سريكانية رأس العين وجريس بيت الأبيض وعفرين. ما راح نخوض بالتفاصيل القانونية لأنه ما مستبيان التوصيف القانوني للانتهاكات اللي عم تصير. سريعا راح اذكر بعض الارقام اللي وثقناها على مدار 3 سنوات من احتلال راس العين والابيض. راس العين الانتهاكات اللي عم تصير بشكل كبير، انتهاكات بشتى انواعها، من قتل، من اعتقال، من استيلاء على الممتلكات، عدم قدرة السكان على استعادة املاكهم من قبل الفصائل، الناحية الإدارية الخدمية. سريكانية تعيش حالة من الفوضى العارمة لم تشهد لها مثيل من قبل طيلة تاريخها. تركيا أسمت العملية التي أطلقتها عملية ما تسمى نبع السلام، لكن في منطقة تشهد كل شيء إلا أن تكون فيها سلام وأمان، منطقة فرغت من تركيبتها السكانية. أكثر من 150,000 شخص هجروا من مناطق سريكانية وجريسبي. تم السيطرة على أكثر من 5500 منزل سكني ومحل تجاري في سريكانية وتل أبيض، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 400 شخص، و90 منهم تم إدخالهم إلى داخل الأراضي التركية، وحكم البعض منهم أطلقت عليهم أحكام تتراوح من 6 سنوات إلى حكم المؤبد في السجون التركية، وهذه مخالفة للقوانين والأعراف الدولية. الدولي أن يؤسس بنظرية جديدة للدفاع الشرعي أكثر وضوحا وانضباطا مع دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، وأن يتجاوز مرحلة القانون الدولي التقليدي الذي شهد هيمنة مبدأ السيادة المطلقة للدولة، ويضع للتحديات حق الدفاع الشرعي عنوانا يتمثل بالعدوان، ويضع لممارسة هذا الحق شروطا حصرية هي كمان. إن القانون الدولي الإنساني موضوع الندوة تماهيا مع حقوق الإنسان
كان يهدف إلى الحفاظ على حقوق الفرد في أن لا يحرم من حق الحياة. أين حق الحياة الآن؟ والحق في السلامة، أين هي السلامة الشخصية الآن؟ وأنني أشك في أنه قد نجح في ذلك، يعني أشك بمعنى أنه فشل. وكذلك حق الفرد في الحرية، أين الحرية والأمن على شخصه وماله، وأيضا أشك في تحقيق ذلك.